حاجاك فين؟ انا بكلمه ما بيردش. طب جرب ترن عليا كده، لو ما ردتش يبقى المشكله عندك. ايه في ايه؟ يا ابني بكلم حجاج ما بيردش. لا مؤاخذه يا دكتور، انا كمان بكلمه ما بيردش، اتلخفنت بس. غريبة. طب تعالى معايا يا عماد، هنخش نشتغل يلا. تشتغل فين؟ انت جبتني هنا ليه صحيح؟ والله يا عماد يعني بعدين. بعدين ايه؟ ما تفهمني يا عم، جايبني هنا ليه؟ ما انا المفروض يعني. ما تقول يلا المفروض ايه؟ بعدين قول ايه اللي حوار جايبنا ليه؟ والله كان نفسي يبقى انت الصاحب اللي بستند عليه واخد رايه في الحاجات، بس مش انت الشخص ده خالص يعني يا عماد. وحياة امك مش انا الشخص ده بعد كل ده؟ طب صاحبتني ليه يا سلطان؟ يعني عشان اقرب حد ليا. طب ما هو يلا احكي. لا اقرب واحد لبيتي يعني فعشان جغرافيا؟ فعشان كده بقول لي تعالى بطل بقى، تعالى شوف هنعمل ايه، تعالى. اربطوه في رجل منتصر. في يا معلم؟ انا عملت ايه يا معلم؟ مين الطباخة يا حجاج؟ والله انا كان عندي الموهبه بس راحت يا معلم. اذا كان راحت من عند كريستيانو وميسي هتقعد لحجاج القط الغلبان؟ انت عارف انت لو ما قلتش مين الطباخ الحقيقي انا هقول لمنتصر يجري، ومنتصر بقى لو جري ما بيقفش غير لما بيجيب اجل اللي سحبه. ما قلت لك انا يا معلم، والله انا. كذاب يا حجاج، مش انت يا حبيبي، انت غبي وجاهل، انما اللي عمل دي ذكي ومتعلم. تليفونه بيرن يا ريس. ليه يا شيخ؟ سلطان رد يا حجاج رد. يا حجو، عايز ايه يا سلطان؟ عندي خبرين يا حجاج، واحد حلو وواحد وحش، تحب ابدا بايه؟ اخلص يا سلطان. الحلو ان عماد خلاص عمل المطلوب منه مع نبيله مراتك، والوحش بقى ان نبيله ممكن تبقى حامل. انت بتقول ايه؟ بهزر. المهم اننا عايزين نشتغل. اتكلم في اي حاجه غير الشغل دلوقتي يا سلطان. ليه؟ هو انت فين؟ مش مهم. هو انت ليه مش عارف تتكلم؟ هو هيكون مغازي خاطفك. اتكلم عن اي حد غير مغازي دلوقتي يا دكتور. ما اتكلم يا عم، هو هيعمل ايه يعني؟ ده على الله حكايته، وعامل لنا فيها مورجان فريمان. يا عم انت فين؟ اخلص، انا في المعمل بصنع العفاف وعايزين ندخل مغازي في اللعبه. مغازي معاك يا دكتور. مساء الخير، انا سمعته وهو بيقول لك يا دكتور، يا ترى حضرتك تخصص ايه بالظبط؟ والله ده انا كنت عايز اقابلك. ليه؟ عشان انت اكيد دماغك دلوقتي بتاكلك بعد ما حرقت البضاعه على كميه تانية، اصل الكيف بيزل، بس انت مضيع وقتك مع الشخص الغلط. ومين بقى الشخص الصح؟ انا. وانت مين بقى يا ترى؟ سلطان القط. القط؟ طب اسمع بقى يا قط، اخوك عندي وربطه في رجل اسرع حصان عندي، فلو ما لحقتوش هيسففوا التراب. بس دي مش اصول شغل، سيبه يمشي وبكره زي دلوقتي هكون عندك. ما ينفعش يا حبيبي تجيلي دلوقتي، والا منتصر هيجري. انا قلت اللي عندي، تخرجه وتستنى، يا اما تجريها، وانا كده كده شغال مع ناس تانية، اصلا مش واقف على حد. سلام يا معلم مغازي. اخوك باعك يا حجاج، بس انا برضو هعمل باصلي واستنى لحد بكره. فكوه. هو ايه اللي بيحصل؟ السكينة على النار، بعدين سيدنا الشيخ هيعدي بيها على واحدة واحدة تلحسها بطرف لسانها. طب ما هي كده تتلسع. لو كدابة تتلسع، انما لو صادقة لا يمكن. انت ما تعرفيش البشعة ولا ايه؟ لا بس دي حاجة بشعة فعلا. يستاهلوا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اقسمي بالله تقولي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟ والله ما سرقت. طلعي لسانك وهيبان. شفتي؟ شوف لنا بقى لو ليها شرك. والله ما سرقت. طلعي لسانك وهيبان.
انا مش هعمل كده، انا مش هعمل كده، انا اللي سرقت، انا اللي سرقت. ظهر الحق، الله اكبر. يا بنت انا كنت شاكه فيكي من الاول، والله لو اوريكي. مستر سليمان، على فكرة بضاعتنا ما بتتباعش خالص. حجاج؟ حجاج، بس اللي بيوزع مغازي. مغازي؟ ناس مبسوطة؟ مبسوطة. ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ انت عارف انت ورطت نفسك مع مين؟ الناس دي انت ما تعرفش تسلك معاها. طب ليه دخلتني معاهم من الاول؟ انا كنت ماشي جنب الحيط. عشان كانت وصية ابوك. ودينا خلاص. ربنا اذن لنا بالتوبة وحببنا فيها. انت مش هتقرر لي. انت اصلا دخلت حياتي بوظت فيها اكتر ما صلحت. كان ممكن تسيبني في حالي. خفت ابقى لوحدي يا سلطان. مش ذنبي بقى. حبيتك تبقى معايا يا اخويا على الحلوة والمرة. ودينا خلاص مش عايزين نكمل. انت مش عايز تكمل ولا هم كمان عايزينك، بس هم عايزيني انا. سيبني بقى العب معاهم. بس انت مش قدهم. ولا انت كمان قدهم. كان الاول تنشف نفسك انت بقى حجاج. الو يا مرة،